لليوم 25 يشهد العالم ما يجري في فلسطين المحتلة وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم، حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية والدمار الشامل والحصار الخانق، كل ذلك أمام مرأى ومسمع العالم وبدعم أمريكي غربي لا محدود للكيان المجرم، ثم ما يلاقيه قطاع غزة من ضعف النظام الرسمي العربي وتواطؤ البعض مع العدو الإسرائيلي. وأمام كل ذلك كان لا بد للشعوب العربية والإسلامية أن تقول كلمتها وأن تنتصر لغزة ولأطفالها ونسائها. ونحن ومن واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية واستجابة